السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غندير معكم واحد غديوه خفيفه ظريفه. راك عارفين دابا مع الحراره وداكشي تيبغي داكشي خفيف، واكثريه في الحراره ديال الناس كيديروا الحوت. مهم هنايا قدامكم كابايله. غادي ندير كابايله، جبت واحد 2 كيلو ديال الكابايله. غنشد نص كيلو ديالها غادي نديرو طون في الكوكوت، وكيلو ونص غادي نديرو قلي. وغادي نبداو دابا معكم بالطريقه. بالنسبه للتوابل ما درتش توابل كثيره، درت غير الكمون ياكو، ودرت الفلفل الاسود يعني البزار والحامض. راك عارفين الحوت كيبغي الحامض وشويه الملحه. دابا نبداو بالطريقه ديالو ان شاء الله. غادي نشد شويه ديال البزار. راك عارفين نتوما التوابل تقريبا، راه تعرفوا التوابل ديال. نشد شويه ديال البزار، تقريبا واحد معلقه كبيره، معلقه كبيره ديال البزار. وغندير واحد 2 معالق ديال الكمون، لحقاش الحوت تيبغي الكمون. غندير واحد 2 معالق كبار ديال الكمون صافي. وغادي لحقاش هاد المعلقه هادي راه صغيره شويه، يعني راه 2 معالق كبار صافي. وغادي ندير الحامض، نصب الحامض على هذا الكمون والبزار، تقريبا العصير ديال الحامضه، لحقاش هذا الحوت كيبغي الحامض، كيجي زوين في الحوت صافي. وغندير شويه مليحه نتوما على حسب. كاين اللي كيبغي الحوت مالح، كاين اللي كيبغي غير شويه. المهم نتوما على حسب. انا درت هاد شويه هذا، ما عنديش مع الملحه بزاف ان شاء الله. نزيدو شويه ديال، ما نديرش هذا، نزيدو شويه الهريسه. ندير شويه الهريسه. اللي كيبغي شويه حاره يقدر يزيد الهريسه. بالنسبه اللي باغي شويه حاره هو الهريسه. نزيد واحد شويه ديال الماء، شويه الماء باش نمرقوه به، باش نلقاو فين غنحركو داك الحوت يتشرمل. المهم البنات نخدموها بيدينا، اللي تعجبني اكثر نخدمها بيدي. بالطريقه هذه تيجي بحال ديال الزنقه. نديرو فيه لا ربيع لا العطريه، نديرو فيه غير الكمون، تنكسر بالكمون والملحه، تيجي بحال الشكل ديال الزنقه صافي. نبداو نشرملو هكا الحوت ديالنا. صافي غنكملو داك كيلو ونص كامل، غادي نشرملو فهاد سميتو، وديك الساعه نكمل معكم ان شاء الله. البنات هنا من بعد ما شرملت كابايله، دابا غنخليها على جانب. دابا غنرجع الطون ان شاء الله غنصايبو. المهم هي خليت هنايا تقريبا شي نص كيلو تقريبا، المهم ما عبرش، المهم نقصو صافي. المهم تقريبا شي نص كيلو ديال الكابايله. من بعد هاد الطون هذا اش ندير معاه؟ تندير معاه خيزو منقي ونقطع دواور. بالنسبه للعطريه ديالو غندير معلقه صغيره ديال الكمون، وندير 4 معالق صغيره ديال البزار، ما تقووش البزار بزاف صافي. بالنسبه لهذا غندير 3 د الفصوص ديال الثومه، و2 وراق سيد ناموسه، فلفله حاره، تقريبا ربع كاس ديال الزيت. وهنا تقريبا واحد شويه ديال الخل، تكثر حيت عندي الحوت غير شويه، راه غنديرها واحد شويه. المهم نتوما غاديين معايا وشويه الملحه. المهم تنجيو هنايا الكوكوت تنستفو، تنجيو الكوكوت تنستفو خيزو. نستفو الخيزو هكا من التحت، قطع دواء. بالنسبه للخيزو اللي بغا يديرو اللي ما بغاش سميتو، راه بخيزو تيجي زوين، وبلا خيزو تيجي زوين، بجوجهم تيجيو زوينين، ولكن بالنسبه هكا الخيزو تيجي لذ اكثر. المهم هنايا تنستف كابايله ديالي.
حاولوا البنات ما ديروش شي فوق شي باش ما كلشي يشرب الاقامه كلشي صافي. هذه هي الطريقه. المهم تستفوها كخيزو من التحت، ها نتوما تتشوفوا تستفو خيزو من التحت وديروا عليه كابيله من الفوق. صافي تنشد هكا هاد الثومه هادي تنقسمها هكا على جوج تنرميها. بالنسبه لهذا الاقامه هيا هنايا 4 كاس ديال الزيت. غندير تقريبا غندير شي 3 المعالق، 3 المعالق كبار ديال الخل، حيت انا عندي هنا غير نص كيلو. بالنسبه اللي عنده كثر يضوب المقادير. المهم 3 المعالق كبار ديال صافي. هنايا تنزيد قلت لكم معلقه صغيره ديال الكمون، تندير راس المعلقه ديال البزار، راس المعلقه ديال البزار ما تكثروش البنات. هانتوما راس المعلقه ديال البزار. وتنديروا شويه ديال الملحه على حساب الذوق، الملح على حساب الذوق الواحد والذوق ديالو. انا تندير بيديا بس نعرفش ندير بمعلقه، انا كنشد سميتو بيديا. صافي وهادشي تنخلطو مزيان بحال هكا. صافي تنخويو هادشي كله على هاد هكا بيضه بحال هكا. تنرميو هاد ورق سيدنا موسى. تندير هاد الفلفله حاره بالنسبه للحامض اللي تيعجبو. هذاك اللي عصرت قبيله درت منه الحوت بقى ليا نقسموها على جوج بحال هكا. صافي ونزيدو بالنسبه لي تيبغي الحامض، انا تيعجبني حامض هو درتو. المهم هاو يجربوها البنات يجي غزال. بالنسبه اللي بغا يزيد شويه الهريسه يزيدها، قزبر حبوب. انا بالنسبه ليا تنكتفي غير بالكمون والبزار، هادشي باش تنكتفي انا بهاد سميتو. المهم حتى الاخر وتشوفوا النتيجه. بما نقلي كابيله والطيب ديالي ولا ديك الساعه نوريكم الطريقه كيف جات. جربوها البنات يجي غزال. من بعد البنات ما خليت الحوت ديالي حتى ترقد تقريبا 3 سوايع، حطيته في الثلاجه شي مده 3 سوايع. بالنسبه للبنات باش يجيكم الحوت كابيله، خصوصا كابيله تتجي غزاله بالنسبه ديال سنفندها. انا فهاد طحين البنات ديال الزرع ماشي فورس، يا اما طحين الزرع يا اما سبيسيال. من الافضل ديروا الطحين ديال الزرع. بالنسبه لي ما موفرش لا الطحين ديال الزرع دير سبيسيال، ولكن من الافضل دير الطحين ديال الزرع. القمح الزرع القمح اللي باش تنعجن به باش سميتو باش نقلي الحوت يجي غزال. جميع الحوت كما كان السردين ولا الحوت الابيض ولا المهم انا بهاتي باش تنقلي تيجي على مزيناته. بالنسبه للبنات هنايا تكتوكه غندير تكتوكه تجي البنات غزاله. تكتوكه بالبصله بالمطيشه والفلفله. هنا البنات شديت الفلفله ومطيشه بديت نخشيتهم بالفران. هانتوما البنات شدوا الفران في الفران وتتبعوا الطريقه ديال التكتوكه. غير جربوها على حسابي غتجي غزاله. المهم بديت خشيتها في الفران. انا نمشي معكم مقاله باش تعرفوا الطريقه ديال التكتوكه تجي غزاله. المهم هانتوما معايا.
المهم البنات ها هي التكتوكه غنديرها معاكم. المهم يخرجها في الفران حتى طابت مزيان في الفران، وغنحيدها القشور ديالها. هانتوما البنات وخليتها غديروها وتحشيوها. بالنسبه للبنات هاد الزبل هذا ما تخلطوش مع الماء، هاد الماء هذا اللي بقى شوفوا شحال الماء هذا غطيبوا به، قربيها شويه. شتي الماء اللي شحال كثير هنايا هذا غطيبوا به، هذا هو السر ديال الطياب ديال التكتوكه باش تجي زوينه. المهم انا نخفي معكم هادشي ونرجع معكم صافي. المهم البنات ها هي التكتوكه مطيشه شديتها قطعتها طريفات صغار، وفلفله حتى هي قطعتها طريفات صغار. بالنسبه للبنات الماء اللي قلت لكم عليه اللي بقات دار فيه سميتو البنات، ها هما الشيء الماء اللي بقى هذا هو السر ديال هذا تيجي بنين. ما ترميوش البنات داك الماء اللي تيطلق البصله وما سميتو تطلق الفلفله ومطيشه ما ترميوش، هو اللي غتديروا به. المهم بالنسبه هنايا المهم البنات بالنسبه هنايا المقادير كاينه هنا الملحه على حسب الذوق، لازمنا راس المعلقه ديال البزار، معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال بابريكا التحميره، وجوج ريوس صغارين ديال الثوم مقطعين هكايا، وشويه ديال القزبر والمعدنوس. المهم بالنسبه للبنات الفلفله ومطيشه ما تغسلوهاش، غسلوها في الاول ديالها باش تشوى، ما تغسلوهاش باش تبقى ديك النكهه. وشوفوا انت البنات قبل ما طيب شو كاين مع السلامه. المهم هادو هما المقادير اللي غندير ليها، وشويه قزبر شويه قزبر ومعدنوس. المهم البنات جربوا هاد الطريقه ديال التكتوكه تجي غزاله. والزيت شويه ديال الزيت، انا ندير شويه ديال الزيت والقزبر ومعدنوس. المهم البنات واحد شويه ديال الزيت صافي، والملح على حسب الذوق. طبعا البنات اللي عندها المطيشه مركزه ديرها، انا ما عنديش ما لقيتش عندي، صافي اللي عندها تديرها. المهم حتى طيبه نوريكم النتيجه ديالها كيفاش. شوفوا البنات ها هي من بعد هنايا ما طاب الطون هانتوما البنات. المهم انا كنحطو باش تعرفوا النتيجه كده رجع غزال كيشهي هانتوما ما شاء الله. المهم انا نحطو ونكمل معاكم من بعد البنات ما كملت الغدا. هو هذا غدانا. المهم هاد الطون اللي صايب جا تيشهي. شوفوا هانتوما البنات، ها ندير لكم لاصوص ديالو شويه نتوما شتيو. المهم جا كيشهي، وها الحويسات ديالنا اللي قلينا تيجيو مكرملين. المهم رافقنا هنا بشلاضه. بالنسبه للبنات التكتوكه هانتوما شوفوا كي تجي معسله، هانتوما شوفوا البنات تجي معسله، كيجربوا التكتوكه تجي غزاله هانتوما البنات. المهم هذه غديوتنا، نتمنى هذا الفيديو هذا يعجبكم.